انت هسه من طلعت ابو الايجار وين قاعده؟ ذبيت غراضي على صديقتي، خليتي قلت لها وين اوديه، خليتي ذبيتي وظليت انا من بين الحرمين بكربلاء، من الكاظم سلام الله عليه ابو الجوادين، من مكان لمكان. يعني انت هسه باي مكان هيك يعني مساكنه؟ باي مكان ما عندي، الله شاهد يا اخويا، ما عندي كل مكان اروح بيه. اقسم بالله على كل كلمه احكيها، يعني اخوي ابن مو ابوي ما باوعلي، من راح ابوي، من راح والدي لهذا اليوم، بعد ما حد سأل علي وما حد دق بابي يا اخويا. هسه انا ملابس مدارس ما عندي لهم، يعني انا باكر هم دوامهم ما عندي. ان شاء الله بشرب الله وبشربهم انا اطلب من الله ومنعتهم، ما اريد شيء بعد ما احكي، تعبت كلش تعبت، ان شاء الله كلش تعبت يا اخوي. صبر عليهم قوة لازم روحي. حياكم الله متابعينا الكرام بمهمة إنسانية جديدة في بلد الخير وبلد العطاء وبلد النفط. هناك امرأة عراقية تعاني وعانت ما عانته. تعالوا أنا نستمع قصة أم بنين ونشوف شنو اللي تعاني من يمه. السلام عليكم أم بنين. السلام أخويا. أم بنين أنت ليش بالشارع؟ ليش طلعت أبو الإيجار؟ ما عندي إيجار، وواي صار علي إيجارات، وصار لي 7 سنوات أعاني من هذا الموضوع مال الإيجار. تعبت ومليت بعد، يعني ما أقدر، ما عندي وسيلة بعد وما عندي معين. توفى والدي وظليت ما حد لي. زين أنت متزوجة؟ لا، منفصلة أنا. منفصلة. وعافني أهلي وجهالي وما يسأل عليهم، وأنا الأم والأب صرت إلهم، وكل شيء بحياتي صرت أنا، وأنا إنسانة مريضة، يعني حتى عليلة ما أقدر أحكي، يعني أنا عليلة إنسانة عندي 100 مرض، يعني كل شيء بيا، كل شيء صار بيا. وكل ما أروح للدكتور يقول لي دير بالك على صحتك راح توقعين، وصارت عندي بداية جلطة، يعني من وراء هاي المعاناة مال الإيجار، وما أعرف وين أروح، ما عندي لا معين ولا عندي أحد بحياتي، بس أنا وأولادي، أنا إلهم المعين، أنا الأم والأبو. وناشد أخوتي الخيرين والعلوية وبنت رسول الله، أناشد الشيعة كلها على شيعة أمة محمد، وين أخوة علي وين شيعة علي يوقفون وياي. أنا إنسانة محترمة والحمد لله والشكر، ويجون ويسألون علي ويعرفون شنو أنا، وهذا ظرفي أنا يا أخوي. زين أخوي أنت كم طفل عندك؟ عندي 4، 2 بنات و2 ولد. بالمدارس؟ 3 بالمدارس، والطفل الثاني 6 سنوات عمره ما يحكي. زين انت هسه من طلعت ابو الايجار وين قاعده؟ ذبيت غراضي على صديقتي، خليتي قلت لها وين اوديه، خليتي ذبيتي وظليت انا من بين الحرمين بكربلاء، من الكاظم سلام الله عليه ابو الجوادين، من مكان لمكان. راتب عندك؟ عندي راتب مرهون، رهنته صار لي 9 أشهر طلع لي، ورهنته من ورا الإيجار، متكون عليه إيجارات هواي، رهنته 2.5 مليون، وصار عليه 4 ملايين، يقول لي 2 سنين يلا تاخذيها، وهذا حالي. ايه؟ من اليم منو رهنتي العفو؟ رهنته على الشركة هناك بالديوانية. ايه. زين. شركة اسمها البتار. زين أهلك وين؟ ما عندي أحد وقف لي، يعني حتى أخوي طردني، ما حد وقف لي. الله أكبر. اي والله. أقسم بالله على كل كلمة أحكيها، يعني أخوي ابن مو أبوي ما باوعلي، من راح أبوي، من راح والدي لهذا اليوم، بعد ما حد سأل علي وما حد دق بابي يا أخويا. اي والله، وانا اطلب من اخوتي الشيعة هم يوقفولي، انا اختهم واناشدهم، وانا بنت محمد، انا علوية وبنت رسول الله، هم بعد بكيفهم مو الا السادة، هم كلهم اخوتي الشيعة كلهم انا يعني اناشدهم. ان شاء الله ما يقصرون وياكم. ام بنين انت شنو اللي محتاجته؟ انا محتاجة المبلغ اللي مديونته وبطاقتي اللي مرهونة، ما عندي ادفع ايجارات. قعدتك بالشارع شلون؟ ما اعرف وين اروح، والله ما ادري، ما عندي غير رب العالمين. على شنو انت دايمتي وجبتي قرض وسحبتي على ايش؟ جهالي، مدارس، ودي هسه انا ملابس مدارس ما عندي لهم، يعني انا باكر هم دوامهم ما عندي، يعني هذا ابني طلعوه من المدرسة لين متأخر 2 سنين، طلعوه ما خلوه بالمدرسة لين عنده تأخير. يعني قلتي لي عندك احد من ابنائك عنده مشكلة؟ عنده مشكلة. شنو مشكلة؟ ما يحكي بالنطق. ايوه. قد عمره؟ 6 سنوات. 6 سنوات. اي والله، قالوا بي توحد وكل شيء قالوا بي، وما عندي دكتور يعني اودي وافحصه واشوف شنو اللي بي، ما يحكي. هاي معاناتي يا اخويا، يعني كل صارت بي، هواي صارت بي، وانا بداية جلطة عندي، يعني هواي امور صايرة بي، وجميع امراض الدنيا كلها من هموم الدنيا كلها شايلته من وراء المسؤولية. وانا اطلب من اخوتي الشيعة يوقفوني وياي، كل شيء ما اريد من عندهم،
يعني بس أريد أقعد بالبيت وأستقر وأفك بطاقتي، كل شيء ما أريد، كل شيء ما أطلب من عندهم، لو أكل خبزة ومي أنا راضية بعيشتي. أنا صار لي 7 سنوات الأم والأبو إلهم، أنا قفيت على جهالي ما بعتهم أبد، ظليت الأم والأبو إلهم، أنا سندهم والسند رب العالمين. استمعتوا لقصة أم بنين انطردت من بيتها بسبب ما عادت تدفع الإيجار. أم بنين تركت أبنائها من دون مدارس بسبب وضعها المادي. أم بنين ما عندها بيت تقعد بيه وتنستر بيه. أم بنين مطلوبة. الريت فزعت العراقيين لأم بنين. الريت راح نشتكي عليك، هواي يهددوني اللي يطلبوني، هواي يهددوني يشتكون وخاف أولادي وين يرعون. على مود أطفالك جبتي؟ على مود أولادي صار لي 7 سنوات، 7 سنوات أصيع مطلوبة. قبل فترة هم ناشدت الأستاذ قبل 2 سنين، أستاذ عزيز ناصر، ما حد سمعني لأن أنا على قد حالي، ما حد سمعني يا أخويا، فاستنجدت بالله وبيك، يعني وين أروح؟ استمعت لقصة أم بنين وهذا وضعها. نتمنى من المسؤولين نظرة بهذا البلد، بلد الخير، نظرة سكن مأوى إلها. يعني ما أعرف والله شنو اللي نحكي، شنو اللي نقوله، ما نعرف، ما ندري والله، ما ندري بعد. هذا بس الجهال يقولوا لي ماما وين نروح؟ احنا وين نمشي هسه؟ ما أعرف، أقول لهم ما أعرف، أقول لهم الله كريم، الله يباوع عنا إن شاء الله، وشيعة أمير المؤمنين ما تخليني، الله موجود، الله السند، وأنا هاي قصدي. هسه أولادي يردون مدارسهم ويردون ملابس للمدرسة، وبعد ما أعرف يعني شو أسوي، وين أوديهم وشلون أطلعهم للمدرسة، وين أقعدهم. زين أنت سكن ما عندك، شلون تودي؟ ما أعرف، وهي هاي المشكلة اللي عندي. يعني أباوع البنت تقول لي ماما شلون، يعني إحنا ما نداوم، شلون ماكو مدارس، ما أعرف. يعني أنت هسه بأي مكان يعني مساكني؟ بأي مكان ما عندي، الله شاهد يا أخويا، ما عندي، كل مكان أروح بيه ما أقدر الإيجارات لهنا وصلت، الدين براسي، بعد ما أقدر، كلش مطلوبة يعني، بعد ما أقدر. آخر شيء يعني شردت من البيت، سلمت البيت وطلعت. نتمنى من جميع العراقيين والمسؤولين أن ينظروا بنظرة عطف إلى أم بنين. أم بنين هذا وضعها، أم بنين عانت ما عانته، أم بنين إحنا سألنا عن حالته قبل لا نطلع لها، أبو الإيجار ذبها بالشارع. بقت يمكم واستمعتوا لكلامها وعرفتوا شنو احتياجاتها، وإن شاء الله ما تقصرون وياها. إن شاء الله وبشرب أخوتي المحترم، إن شاء الله ما يقصرون، إن شاء الله بشرب الله وبشربهم، أنا أطلب من الله ومنعتهم، ما أريد شيء، بعد ما أحكي، تعبت كلش، تعبت إن شاء الله ما يقصرون، كلش تعبت يا أخوي.